ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا النهارده فيديو مش عادي، النهارده فلوج جمعه. الجمعه دي حاجه عظيمه فعلا. فالنهارده فلوج الجمعه هنقدم فيه ايه بقى؟ هنقدم فيه حاجات دينيه وحاجات دنيويه وحاجات دراسيه وحاجات هبليه وكل حاجه. فهيبقى فيديو عظيم كده كده يعني، فما تقلقش من حاجه. بما انك دخلت انت لازم تتفرج لاخره، وانا لسه صاحي فهتلاقي صوتي مغير يعني، فلسه هنتعود على الصحيان وبعدين صوتي يظبط بقى وكده يعني. بصراحه انا ممكن احطه في الفرن عادي يعني، بس انا مكسل فاهم، مش عارف اجيبها لكم ازاي الصراحه. اتعمل يعني حلو، عايز ايه تاني؟ دلوقتي هناكل مربى. طبعا ماما اللي عاملاها، فهي حاجه روعه، حاجه خارقه للطبيعه. دلوقتي هوريك نسخه مش محسنه من يومي، يعني نسخه عاديه جدا، بس هيبقى فيها حاجات اللي هي المحسنه. مثلا اقول لك ان انا مثلا عملتها ايه، بنحاول نتحسن فيها مع بعض. طبعا الجمعه كده فاضل لها ساعه او نص ساعه، فتعالوا بينا نستغفر مع بعض. يلا استغفر الله 10 كده ولا كام؟ 5 3 15 15 استغفار. فنستغفر انتوا بقى كمان وصلوا على النبي. عايزين نكسب حسنات بقى يعني، الفيديو ان شاء الله يجيب حسنات بدل بس اصلا ما بيجيبش مشاهدات فاهم، هيبقى لا مشاهدات ولا حسنات، لا فالخمسه مثلا يتفرجوا يجيبوا حسنات 5 حسنات. طبعا دلوقتي بقى نغير عشان صلاه الجمعه بتأذن، فبص الحركه دي. حركه مونتاج دي رهيبه، محدش يعرف منها خالص خالص. في الاغلب يعني بنصلي في الشارع عشان الدنيا زحمه وكده، فبيبقى المسجد مليان والشارع هو اللي يبقى فاضي، فبنصلي في الشارع، فكل واحد بيجيب بقى السجاده ديت معاه. معرفتش اصور انا بصلي عشان كنت بصلي. طبعا دلوقتي كده احنا الساعة تقريبا 2:30 او 3 مش عارف، ثانية اشوف. ايوه الساعة 2:30 فعلا، المقشة دي فالمهم الساعة 2:30 دلوقتي، فكده كده هنقعد بقى نقرأ سورة الكهف. رأيكم؟ وانا يوجولي مش بعمل كده، بس يعني ايه، انا بقول لك ان انا فيديوهات بحاول اطلع قدامك ان انا عايز امبروف فاهم. شوفوا الحاجات الحلوة. واو 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 يا لهوي. بصوا يا جدعان، والله العظيم مجرم اللي عمل كده، مش عارف مين اللي ساب يعني، مجرم حرفيا. ده معقول ده يعني؟ ده شربها ازاي دي؟ يا نهار اسود على الغباوة، مش عارف اقلبها ازاي دلوقتي يعني، والله العظيم حاجة غبية اوي. بسم الله بسم الله بسم الله. طب هنعمل ايه طيب؟ اعتذار شديد جدا اللي انا اتكلمت عليه، انا اسف، انا طلعت اغبى من اي حد في الدنيا. دلوقتي هنقعد نذاكر، هوريكم بقى التجهيزات اللي انا عملتها بقالي ساعه بجهز فيها عشان نظهر باحسن الوجه. طنطا ادي لابتوب تعبان نفسيا، وادي الرياضه وادي القهوه. بصراحه انا كان شايف ان انا جهزت تجهيزات رهيبه يعني، اكمل وجه. ناويين بقى النهارده ان شاء الله هنظبط يعني حاجات كتير جدا، نشرب بق قهوه رشفه، فعايزين نظبط حاجات كتير قوي عشان عندنا متراكم كتير فعلا في رياضه. فممكن مثلا بصراحه لطفي زهران ما عجبنيش خالص، اكزيت مش عارف يعني ايه بس لطفي زهران ما عجبنيش خالص. بص والله انا مش عارف انا ببص على ايه برضه يعني، خليك معايا، خليك فهمني.
بصراحة عظمة، والكوب القهوة ده عظمة مع انه فاسد تقريبا من اللي حصل جوه ده، بس عظمة. اثبت لك ان المذاكرة مهمة جدا بره عن الشهادة. هتقول لي ازاي يعني؟ ما انا بذاكر عشان اجيب الشهادة واخش الكلية اللي انا عاوزها. طبعا، بس انا اكتشفت مؤخرا من حد يعني عظيم ان المذاكرة مش بس شهادة او بس كلية. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا عم انت مستعجل يعني الفيديو معانا. مثلا بنسبة 20% انك هتشتغل فعلا شغلانة بالشهادة بتاعتك. مثلا لو طلعت دكتور مثلا، في نسبه انك تشتغل بشهاده بس بعد عناء كبير. بس ده اللي هو برضه دكتور، فاهم؟ اللي هو دي الكليه الوحيده المضمونه تقريبا انك تبقى تشتغل فيها، حتى لو بعد عمر يعني، بس تشتغل فيها. فعندك 20% بس من الكليات اللي ممكن تشتغل فيها فعلا بشهادتك بعد ما تتخرج. عندك بقى 80%. هتقول لي طب ما انا 80% كده مش هستفاد حاجه اصلا، انا مش ضامن كده ال 20% دي، فانا مش هستفاد حاجه، فانا مش هذاكر. ده كان فكري من فتره، بس اتغير اصلا بقاله يعني من اول الدراسه دي. بس اثبته بقى اللي هو حاليا في الاسبوع دوت. اكتشفت بقى ان الدراسه مهمه جدا لاي شغلانه انت هتشتغلها. يعني انت هتشتغل بقال مهمه. هتقول لي في اقول لك في الحسابات وبتاع، لو انت كاشير او كده. هتشتغل مثلا رجل اعمال، ما هتعرفش تشتغل نهائي وانت مش متعلم، او انت حتى ما عندكش الفكر بتاع انك ازاي تحل مشكله. فاهمني؟ دي بتيجي مثلا من الرياضه، انك تحل مشكلات. فاهمني؟ ازاي تحل مشكله. مثلا اللغات، انت مش هتعرف اصلا تعيش من غير لغه. انت لو ما اتعلمتش انجليزي مش هتعرف تعيش ولا هتنجح في حاجه ابدا. اي حاجه، اهم حاجه الانجليزي. فاهمني؟ ده اللي هينجحك في اي حاجه بعد كده. لانك انت لو عايز تتوسع فعلا تبقى ناجح يعني. ده اللي انا بحاول اتعلمه دلوقتي عشان ابقى ناجح. لازم تتعلم انجليزي، لازم تتعلم حاجات اساسيه جدا. يعني الانجليزي من اهم الحاجات اللي ممكن تتعلمها ومن اسالهم على فكره. يعني انت لو انت حطيت في دماغك انك تتعلم انجليزي النهارده، والله العظيم هتطلع هتتعلم نص الانجليزي. الانجليزي سهل جدا. يعني انت لو معكش زيرو فلوس ومعاك تعليم كبير هتنجح. لو معاك فلوس كتير وزيرو تعليم هتفشل في حياتك، مش هتنجح خالص. فهمتها؟ وصلت لك؟ طبعا انت خلصت مذاكره، فدلوقتي ناوي كده يعني اتفرج على فيلم. بصراحه انا حاسس اني عايز اتفرج على فيلم جدا، فاتفرج على فيلم مثلا اكشن بتاع فيلم اي حاجه يعني، عشان النهارده الجمعه برضو. فاتفرج على فيلم او مسلسل او اي حاجه، ممكن اخش انام بعديها بقى. خلاص كفايه كده. بس قبل ما نمشي عايز اقول لك تدوس لايك واشتراك، عشان نفسي الفيديو ده يعدي مثلا يترشح على اليوتيوب بيحاربني. عايز مساعدتكم. ربنا يكون في العون. مع السلامة. ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة. هتوحشنا. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك. ألف سلامة. مع السلامة 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 مع السلامة.